السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عارفه باني طولت عليكم الغيبه وشحال ما بارطاجيت معكم شي حاجه ولا حطيت في هذه القناه ولا يعني تفاعلت مع شي واحد. الصراحه انا كنت ناويه نشد هذه القناه، ولكن بزاف ديال الاصدقاء ومقربين كيقولوا لي لا ما تشدهاش، خليها مزيانه، زيد خدم عليها وتفاعل. ولكن انا ما كجبرش الوقت. صراحه ما عرفت. المهم غادي نخلي للوقت والايام هي اللي توريني واش انا عادي نشد هاد القناه ولا عادي نستمر فيها. المهم اليوم غادي نشارك معكم واحد الطريقه روعه للعيالات والبنات اللي كيعجبهم الكحل في اللون الاخضر الازرق، كاين الكري، كاين الرمادي، كاينه الوان جميله جدا في الكحل الطبيعي. ولكن المشكله ديال هاد الانواع ديال الكحل ما كتلصقش في العينين وما كتثبتش في العينين، وكتبقى غير شويه في العين، ولكن واخا كتبقى ديك شويه مهم كيعطي واحد المنظر مزيون. انا دابا ما عاملاهمش حيت دابا الليل وما غاديش يبانوا مزيان، وخص الاضاءه ولا الشمس، في الشمس كيبانوا بزاف. دابا انا عامله الكحل يعني كحول اللون الاسود، يعني ماشي الوان اخرى. يلا دابا ندوزو للطريقه. المهم اول حاجه اللي غادي نعملوها غادي نجيبوا ورقه بحال هذه بيضاء، وهذا كحل. انا اخترت اللون الازرق كيجي مزيون. هذا الكحل ديال اللون الازرق، وهذا كحل الطبيعي العادي اللي كنت شاركته معكم، كحل الاتميد اللي سميتو الاتميد. المهم هادو بجوج بيهم غادي نخلطوهم مع بعضياتهم بواحد الكميه اللي بغيتو نتوما. بغيتو يجيكم زرق بزاف، عملوا هاد العبوه كامله. بغيتو يجيكم زرق غير شويه، يعني فحال الرمادي فحال هذا، عملوا شويه من الرق. وباش غادي نخلطوهم بهذه الطريقه بقطنه ديال الاذن. المهم انا الاضاءه ما عنديش مزيانه. المهم هذا ماشي اللون الاسود اللي كتعرفوا، يعني رمادي تقريبا، رمادي مع الازرق كيجي روعه روعه. اذا بغيتوا تعملوا الاسود عملوا الاسود. المهم كما كتشوفوا اللون الرمادي ديال هذا الكحول هذا، وفيه الشعله يعني فيه ديك اللمعان، وحتى اخو الازرق يعني ازرق فاتح، وفيه حتى هو ديك اللمعه وديك الشعله ديالو. المهم غادي تخلطوهم جوج بيهم هكذا مع بعضياتهم بالقطنه بحال هكذا، بنفس الطريقه اللي كنوريكم، وعادي تجربوه في العينين ديالكم وعادي يثبت. علاش عملنا هاد الطريقه هذه؟ هاد الطريقه هذه كتعطينا واحد اللون روعه، يعني روعه يعني الرمادي مع الازرق او الازرق مع الاسود. وفي نفس الوقت هاد تعملوه بوحديته غادي يصح لكم، وعادي يدمع لكم العينين ديالكم، عفوا عادي. المهم غادي تبقاو تبكيو وصافي، ماشي مشكل. المهم انا غادي استمر على هاد الطريقه هذه ونرجع معاكم بعد ما ندمجوا لي جوج ديال الالوان مع بعضياتهم. كما كيبان لكم هنايا هانتوما كتشوفوا اللون الازرق جا وخلط مع اللون الرمادي، عطى واحد اللون رائع جدا، ما نقدرش نقول لكم شنو هو. المهم عندي هاد مكحله هذه ديال اللوح، كنفضل ديال اللوح، هي كاينه ديال النحاس وكاينه ديال، انا كنفضل ديال اللوح. المهم غادي نعمل هاد الكميه هادي في المكحله ديالي، وملي غادي تسالى لي عاوتاني غادي ندمج هادو بجوج عاوتاني مع بعضياتهم وصافي. نتوما تعملوا نفس الطريقه. المهم غادي نكب الكحول ديالي هنايا في هاد المكحله. المهم بهاد الطريقه هادي اصلا هذه صغيره دغيا كتعمر. شوفوا
يا عمارتي. هاد الورقه يعني كتساعدنا اننا نكبو الكحل ديالنا بطريقه سهله. بطبيعه الحال وسخت يدي، ماشي مشكل. تشدها، لا بغات تتشد لي حيتاش عمرتها بزاف. غادي نشدو المكحله ديالنا وغادي نكحلو العينين ديالنا بلا ما نخافو ما حتى حاجه، حيت هذاك الكحل ديال الاتميد مزيون بزاف عادي يثبت لنا كحول اللون الازرق في العينين ديالنا. نتوما كتشوفوا اللون كيفاش. المهم ساليت الفيديو ديالي. اللون هو هذا كما كتشوفوا، غادي يبان لكم دابا في وجهي. بغيت نجرب معاكم. دابا انا عامله في عيني اللون الاسود، نشوفوا. نتوما كتشوفوا كيفاش كيجي. اللون مزيون، واخا عندي اللون الاسود كيبان فيه الزرق. المهم في الكاميرا بلا مرايه، شفتوا لون واعر. المهم كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، كنقول لكم الى اللقاء في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. مع السلامه.